بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض وصفه جديده. معايا فرخه ومعايا بصل وطماطم، فلفل اخضر، فلفل احمر، وفلفل حار. والبهارات بتاعتي معايا بهارات فراخ وفلفل وكمون وملح وعصير ليمون، ومعايا زيت، ومعايا دبس رمان. مع بعض كده نفرم البصل بتاعتنا، وانزل بالبصل بتاعي بالشكل ده، الطماطم والفلفل بتاعي هفرمهم وارجع لكم تاني. فرمت البصل بتاعي اهو. هجيب بولة وانزل بالبصل بتاعي بالشكل ده. هنزل ببهارات الفراخ بتاعتي والفلفل والكمون وبالملح، وانزل بعصير الليمون ومعلقة كبيرة دبس رمان ومعلقة كبيرة زيت، واقلبهم في بعض بالشكل ده. نسيبهم كده على جنب. نبدأ مع بعض نشرح الفرخة بتاعتنا بالشكل ده. والجناح بتاعي هجيب الفراخ بتاعتي واتبلها كده بالشكل ده اهو. انا بدخل التتبيله جوه اللحمه جوه كده بالشكل ده. الجزء التاني بالشكل ده. تتبيله اللحمه بتاع الفراخ يتشرب منها، وطبعا هنسيبها في التلاجة ساعتين لغايه ما تتشرب من التتبيله خالص بالشكل ده. ده شكلها اهو بعد ما تبلتها. هعينها في التلاجة وارجع لكم تاني. الصينيه بتاعتنا وانزل بباقي التتبيله اللي فضلت مني واخدها كده في الصينيه بتاعتي بالشكل ده اهو. وانزل بالفرخه بتاعتي بالشكل ده، واولع عليها بقى وده شكلها. اولع عليها على الفرخه بتاعتي وهقفل عليها بورق الفويل. شوف الفرخه بتاعتي ريحتها طالعه تجنن. هقفلها تاني لغايه ما تستوي، بعد كده ندخلها الفرن. الفرخه بتاعتنا استوت تاني، ندخلها الفرن بقى تحمر ونشوف شكل الفرخه بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن. احط حته ورقه فويل هنا، ونجيب الفحمه بتاعتنا بالشكل ده، وانزل عليها
حبة زيت واغطي عليها بالشكل ده. وده شكل الفرخة بتاعتنا اهو. طبعا عملت مكرونة بالصلصة وده شكلها، وطبعا عملتها معاكم قبل كده، ودي كانت وصفتي النهاردة، واتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.